ولا بقبائحه ساترا ولا بشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عزار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من زرع جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومضاني يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيت
أشواقي يا رب ارحم ضعف بدني ودقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتربيتي هبني بابتداء كرمك وسامي في برك يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بذلك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوههم خرت بعظمتك ساجدة وعلى ألسن نبغت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة ودليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقول له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي بأي الأمور إليك
وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناقضا لأردن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجي فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن برحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمر فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مسلم لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيتني من إخلاق والديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين
من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك كنت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي،
خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المظالمين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدعو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجبني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سميع الرضا يا سميع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دعاء وذكره شفاء وطاعته ضياء ارحم من رأسمالهم رجاء والسلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري ونخيرتي إلى آخرتي ودنياي زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وأخوتي وأخواني
وعلى أولاد الحسين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا دار الله وابن داره والمدرى المهجور. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك بالفضل العباس ساقي عطاش كربلاء. السلام عليك وعلى أختك عقيلة الطالبين زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى نسائك المسكيات. السلام عليك وعلى ابن أخيك القاسم وابن عمك مسلم بن عقيل. السلام عليك وعلى أصحابك المستشهدين بين يديك. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمتك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. وعلى ملائكة الله الحافين حول قبرك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا بعيد المدى. السلام عليك يا كامل الأئمة النجبا. السلام عليك يا شمس الشموس ونيس النفوس المدفون بأرض القوس. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة. السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أبا القاسم يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أخيك ووصيك وخليفتك علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليك وعلى ابنتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. السلام عليك وعلى سلطيك الحسن والحسين عليهم السلام. السلام عليك وعلى أئمة المسلمين الحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد
الحسن بن علي والحجة بن الحسن. السلام عليك وعلى أبيك يا عبد الله وأمك آمنة بنت وهب. السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب. السلام على عمك يا حمزة سيد الشهداء. السلام على عمك وكافرك أبي طالب. السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد. السلام على رضعتك حليمة السعدية. السلام على أولادك القاسم والطاهر وإبراهيم. السلام على بناتك وعماتك وزوجاتك الطاهرات. السلام عليك وعلى فاطمة بنت سيد الهاشمية وعلى فاطمة أم البنين عليها السلام. عليكم مني سلام الله جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. سيدي عجل الله لك تعالى الفرج وسهل الله لك المخرج وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك والدارين عنك والمستشهدين بين يديك وتحت لوائك. السلام عليك وعلى آبائك وأجدادك الطيبين الطاهرين المعصومين. عليكم مني سلام الله جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن بوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته وخيره ودعاءه ما ننال به رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأدعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اللهم شافي كل مريض. اللهم شافي كل مريض. اللهم شافي كل مريض. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات بفضل الصلاة على محمد وآله الهدى. أحسنت. أحمد الله عليكم وغفر الصوت.